السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو دوت هنتكلم على حاجة جميلة جدا ومهمة جدا للباك اند والديف اوبس وكل الناس اللي شغالة في حتة الكلاود، الا وهو ترافيك بروكسي بيسمي نفسه ان هو كلاود نيتيف ابلكيشن بروكسي، وهنعرف ليه هو مسمي نفسه كده. هو ايه المشكلة اللي مخلياني ان انا اروح لبروكسي تاني لما انا ممكن اكمل مع انجن اكس؟ الحقيقة ان حاجات زي انجن اكس او حتى اباتشي او خلافهم بيحصل فيهم مانيوال ابديت للكونفيجريشن، بتحتاج ان انت تعمل ريستارت. المانجمنت بتاع الاس اس ال سيرتيفيكت بيبقى سيء جدا، بضطر ان انا اجيب اكسترنال تول عشان تبتدي ان هي رينيو الاس اس ال سيرتيفيكت زي سيرت بوت او كده. مش احسن حاجه في الديستريبيوتد سيرفيسز او مايكرو سيرفيسز. يعني على سبيل المثال ترافيك هو في الاساس هو عباره عن ويب بروكسي جه عشان يحل المشاكل ديت. للحقيقه يعني هو مشهور جدا، عدد الداونلود بتاعه على دوكر هاب 3 مليار، عنده حوالي 55 ألف ستار على جيت هاب، وده بيديه قوة البروكسي نفسه. لو اتكلمنا على ان هو بيشتغل فين، هو بيشتغل مالتي كلاود، بيشتغل هايبرد كلاود، وتقدر ان انت تشغله حتى عندك اون بريم. طيب انت لو بصيت انا ايه اللي يخليني اعمل كده، هو الحقيقه ان ترافيك لما جه يحل المشكله دي بالذات، وهي مشكله الاوتوميتنج بتاع الراوتس. يعني انا كل ما احط ابلكيشن عندي اوتوماتيكلي هو بيبتدي ان هو يشوفه، ويبتدي ان هو من غير ما اعمل ريستارت، من غير ما اغير في الكونفيجريشن بتاعته، هو اوتوماتيكلي بيفهم ان دوت ابلكيشن اتضاف عندي. فانا ده اليوزر ريكويستس بتبتدي تخش على ترافيك بيبتدي اوتوماتيكلي يعرف ان ديت ابلكيشن جديده من غير ما اغير في الكونفيجريشن. فانا ترافيك مين اللي بيعمل لي اوتوميت للراوتس، بيبتدي ان هو يعمل لي لوب بالانسنج، وبيبتدي ان هو يقدر ان هو يمانج الاس اس ال سيرتيفيكت عندي. 4 حاجات لو احنا عرفناهم وفهمناهم، انا بالنسبه لي ترافيك دوت هقدر اعمل بيه حاجات كتيره جدا انت مش متخيلها. اول حاجه عندي بالنسبه للترافيك، هو بيعبر ان اي حاجه بتخش له هي بتخش له من انتري بوينت، والانتري بوينت هو بالنسبه له عباره عن بوابتين كده. البوابه الاولانيه هو مثلا او الكومن مثلا فور اكزامبل اللي هي بورت 80، وده بيجي اتش تي تي بي، او بورت 443 بتيجي عليه اتش تي بي اس. بعد كده انت بتخش على حاجه اسمها راوتر، والراوتر دوت هو بينسبكت الريكوست اللي جاي، وبيبتدي يقول ان الراوتس دوت هيبتدي ان هو يروح على السيرفيس الفلانيه. تمام. بعد كده عندك حاجه رابعه او كومبوننت رابعه، وهي ميدل وير. الميدل وير هي عباره عن حد بيبقى موجود في النص بينسبكت الترافيك اللي موجود، وبيبتدي ان هو يغير فيه، يعمل له ديناي، يعمل له اكسبت، يعمل له موديفاي. تعالوا هنا كده نشوف الفلو بتاعك لما تيجي تستخدم ترافيك. نفترض ان احنا عندنا اليوزر بتاعنا دلوقتي بعت ريكويست او عايز يخش على اي بي اي سلاش يوزرز، بيبتدي احنا قلنا بيخش على بوابه الدخول اللي هي الانتري بوينت. هو في الحاله ديت هو جاي لي مع اتش تي بي اس 443. ببتدي بعد كده يخش على الراوتر بيبتدي انسبكت الاتش تي تي بي اللي جاي، بيزد على كده بيبتدي ان هو يعمل راوت. هنا كده في حاجه عندي في النص بتبقى موجوده ما بين السيرفيس والراوتر، الا وهي الميدل وير. الميدل وير تقدر تعمل بيها حاجات كتيره جدا، منها جي دبليو تي اوثنتيكيشن ما بين السيرفيسز بتاعتك، وليكن سيرفيس ما بين اليوزرز، وحاجه تانية عايز ان انت تاوثنتيكيت. من الحاجات بقى الجميله ان انت في الكلاود نيتيف ابلكيشنز عندك الدنيا شغاله كونتينرز، فانت عندك حاجات كتيره بتخش، حاجات كتيره بتبقى داون، حاجات كتيره بيحصل لها كراشنج. فترافيك هو في الحقيقه بيقدر ان هو يمانج السيرفيس ديسكفري، او عنده اوتوماتيكلي سيرفيس ديسكفري، فبيقدر ان هو يديسكفر السيرفيسز ديت. هو اوتوماتيكلي بيسبورت دوكر، بيسبورت كوبرنيتس، بيسبورت كونسول، بيسبورت نوماد. تمام. طبعا اشهر حاجتين بالنسبه لنا اللي هي كوبرنيتس ودوكر، وهو اوتوماتيكلي بيبتدي ان هو يفهم الراوتس ديت. طيب هو بيقسم الحاجات ديت، الحاجات الموجوده بالنسبه له عباره عن 3 حاجات. الحاجه الاولانيه ان انا لما باجي اشتغل مع ترافيك بقول له مين البروفايدر اللي انت هتشتغل معاه، هل هتشتغل مع دوكر، هل هتشتغل كوبرنيتس، جيت واي، اي بي اي، نوماد، انت راجل شغال اي دبليو اس، شغال اي سي اس، ولا شغال كونسول. فانا لازم انا احدد له البروفايدر اللي انا هشتغل عليه. من الحاجات الكويسه جدا ان في ترافيك بيديني اوت اوف ذا بوكس اوبزرفابيلتي، يعني انا اقدر اعمل له انتجريشن مع جرافانا، اقدر ان انا اخد متريكس واحطها في بروميثيوس واعمل عليها اليرتنج، واقدر اعمل عليها مونيتورنج. الحاجه الثالثه ان هو بيديني فيتشرز في السكيورتي، بيقدر ان هو يرينيو الاس اس ال سيرتيفيكت لوحده بدون ما انا اعمل اي حاجه، من
خلال ان انا بانتجريت مع ليتس انكريبت فور اكزامبل، او تقدر ان انت تانتجريت مع اي اس اس ال بروفايدر تاني، تبتدي ان انت تمانج الجي دبليو تي توكنز بتوين السيرفيسز، وتقدر ان انت تحط ويبقى ابلكيشن فاير وول. الحاجات اللي هو بيقدر يعملها التانية، هو في فيتشرز كتيره، مش مجرد حد بيعمل راوتنج، لا ده هو يقدر ان هو يعمل لك كريت ليميتنج، اقدر ان انا ليميت نمبر اوف ريكويستس، اقدر ان انا اعمل سيركت بريكر. نفترض ان انت عندك كونتينرز كتيره وواحد فيهم حصل له مشكله، اقدر ان انا اوقف الترافيك اللي بيروح عليه. اقدر ان انا اعمل هيدر مانيبيوليشن، ان انا ابتدي الريكوست اللي جاي لي ابتدي ان انا ابص على الهيدرز اللي فيه وابتدي ان انا اعمل موديفاي او اسيبه زي ما هو. اقدر ان انا احط وايت ليست لو عندي مجموعه اي بيز حاسس ان هم مضايقني، مش عايزهم ياكسسوا الابلكيشن او ياكسسوا السيرفر بتاعي، اقدر ان انا احطهم في الوايت ليست. اقدر اعمل جي دبليو تي اوثنتيكيشن فور اكزامبل، وفي انواع كتيره مثلا ممكن تعملها. تقدر ان انت تعمل كومبريشن عادي جدا، تعمل باس ري راوتنج، تعمل كل الحاجات دي بكل سهوله زي ما بتعملها في انجن اكس، وتقدر ان انت تحط ويب ابلكيشن فاير وول. فانت مش مجرد بتعمل راوتنج، انت كمان بتقدر ان انت تعمل كل الكلام دوت اوت اوف ذا بوكس بدون ما تجيب اي بلجنز. تعالوا هنا كده اوريكم ديمو صغير كده يوريك ترافيك شغال ازاي. احنا هنعمل هنا كده ميك داير ترافيك ديمو، خش جوه ترافيك ديمو. تعالوا نفتح هنا كده فيس كود. هنعمل هنا كده في الحته ديت هنعمل دوكر كومبوز. تعالوا هنا كده نعمل دوكر كومبوز فايل يعمل اوكي. اول حاجه انا هعملها هبتدي ان انا اديفاين الفيرجن بتاعتي زي ما احنا اتفقنا. ابتدي ان احنا نديفاين السيرفيسز بتاعتنا. انا ابتدي ان انا مثلا هستخدم اقول له ان انا عايز اعمل، خليني كده عشان ما اضيعش وقت، هقول له انا عندي سيرفيس اسمها ترافيك. تعالوا ناخد دي كده تمام ماشي. هو هنا كده بس زعلان من ديت، نظبط ديت. هنا كده في نتورك اسمها ترافيك ديمو، خليني احط النتورك ديت هنا كده في الاخر. لو جينا هنا كده وطلعنا النتورك ديت، يبقى انا في الحاله ديت عملت ايه؟ انا استخدمت ترافيك، خلينا دي نتوركس. انا كده بالنسبه لي عملت كونفيجريشن لترافيك. البورتس والحاجات ديت المفروض تخش هنا كده ده مكانها. تعالوا هنا كده ايه نعمل اب. هنا كده بقى عندي كونتينر. تعالوا هنا كده نفتح دوت، نقول له احنا كده عايزين لوكال هوست 8080. ودي اول حاجه انت هتشوفها جميله جدا في ترافيك، ان انت تبتدي ان انت تشوف الراوتس اللي عندك. طبعا انا عندي هنا كده اول واحد اسمه 80 ودوت بتاع الداشبورد اللي انت فاتحها. هنا كده تبتدي تشوف الراوتس اللي عندك. طيب انا كده بالنسبه لي شغلت ترافيك. ايه الفكره اللي انا هستفادها او ايه الاختلاف اللي انا هستفاده هنا كده من ترافيك؟ هنا كده تعالوا نعتبر ان احنا عندنا ابلكيشن تاني وليكن اسمه الاوردرز. تعالوا ننزل هنا كده في المكان دوت، هقول له انا عندي ابلكيشن اسمه اوردرز، والابلكيشن اسمه اوردر دوت هشتغل بالايمج دي، وهقول له برنت ان انا عندي حاجه اسمها اوردر وحطوا لي في نفس النتورك. لو انا هنا كده جيت قمت جاي وقف دوت وعملت دوكر كومبوز اب داش دي، المفروض بقى عندي كونتينرز جديده اسمها اوردر. طيب لو جينا هنا كده على الاوردر سيرفيس ديت، هبتدي ان انا اعمل لها اكسبوز على بورت. خليني اعمل لها اكسبوز على بورت هنا كده. انا قلت له هنا كده بورتس وقلت له طلعها لي على 8000. انا عايز اوريكم هنا كده عشان تبقى انت يعني دبليكيت التاب. تعالى هنا كده لوكال هوست 8000. انا عرفت ايه المشكله هنا كده. انت في حاله لو انت عامل اكتر من سيرفيس، فانت لازم تبقى انت حاطط رابليكا واحده بس. تعالوا هنا كده نعمل دوكر كومبوز اب، يبتدي هو يشيل التانيين. يبتدي ان احنا نرن هنا. قال لي هنا كده ان النيم بتاعتي اسمها ايه؟ اوردر. انا هنا كده محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا ارجع دوت تاني. انا كنت بوريكم بس الحته ديت ترافيك. هنا كده انا جيت ضفت سيرفيسز جديده، فانا محتاج ان انا اقول لترافيك خلي بالك انت وانت شغال في ابلكيشن جديد هيتضاف. كل اللي انا محتاجه ان انا هستغل هنا كده مين؟ الليبلز. هاجي هنا كده في دوكرز وهقول له انا عايزك تحط لي ليبل. اول ليبل انت هتحطه هنا كده هتقول له ان انا عايز اعمل انيبل، يعني انا بقول للترافيك ان لو لقيت حد بالليبل ده اوتوماتيكلي اعمل له ديسكفر. وانا بعمل الكلام دوت من هنا، ان انت الاوتوماتيكلي ديسكفر ده هنا كده المفروض يبقى ليها كونفيجريشن اللي هي exposed by default or no. تعالوا هنا كده نبتدي ان احنا نرن دوت. انا قلت له هنا ان الراوتس السيرفيس ديت هتعمل لها راوت اوردر دوت لوكال هوست، وهبتدي ان انا اعمل عليها لوب بالانسنج كمان. لو احنا جينا هنا كده وعملنا دوكر كومبوز اب
برضو انا نسيت ان انا احط ايه هنا كده ليبلز. تعالوا في الليبلز هنا كده، ده مكانها غلط، المفروض كده اخش جوه شويه. تمام، وتعالوا هنا كده ان احنا نعمل دوكر كومبوز اب. المفروض هنا كده لو انا قلت له لوكال هوست اوكي، خش على الهيدر او السيرفيس، او خلينا اكتبها لكم كده، قلت له سيرفيس اسمها الهوست بتاعها اسمه orders دوت لوكال هوست، ويخش على http localhost كده. قال لي انا مين؟ قال لي انا دخلت على الايه، على الاوردر. يبقى انا الريكوست جه هنا كده على ترافيك، وترافيك ابتدي ان هو يعمل الراوتس. تعالوا هنا كده اوريكم على حاجه. خش هنا كده على الداشبورد، هتلاقي ان انت عندك راوتس هنا كده ابتدى ان هو يفهمه اسمه ايه، اسمه order.localhost. تعالوا هنا كده نبتدي ان احنا نضيف حاجه كمان. الحاجه الكمان اللي احنا ممكن نضيفها ان انا اقدر اقول له ان انت عايزك تعمل لي ستيكي سيشن ديت. بكل بساطه انت بتبتدي ان انت تعمل له كونفيجريشن هنا كده، تبتدي ان انت من خلال الليبلز تقول له انا عايز اعمل ستيكي سيشن على الابلكيشن دوت، عشان مش كل مره ان هو يتغير. هنتست دوت دلوقتي، بس تعالوا هنا كده اقول لكم ان انا هعمل سيرفيس جديده اسمها بروفايل، والبروفايل ديت هتبقى بالطريقه ديت. تمام، يبقى انا بقى عندي سيرفيس اسمها بروفايل، وعندي سيرفيس اسمها اوردرز، كل دوت بدون ما انا اعمل اي نوع من الريستارت لمين، لترافيك. هعمل اب بس، مجرد ما هعمل اب للابلكيشن، لكن ترافيك ما حصلوش اي مشكله. لو عملت ريفرش هنا كده اوتوماتيكلي المفروض ان هو يجيب لي كل الراوتس الايه الجديده. اي بي اي بروفايل، بروفايل جه اهوت هنا ظهر عندي. فانا هنا كده ابتديت ان انا اشوف الراوتس اللي انا عايزها. لو انا عندي سيرفيس جديده اسمها اوثنتيكيشن، انا ابتدي ان انا احط هنا كده اقول له انا بقى عندي سيرفيس جديده اسمها اوثنتيكيشن. تعالوا هنا كده نحط الاوثنتيكيشن سيرفيس، ابتدي ان انا اظبط بس ديت. يبقى انا في الحاله ديت بقى عندي اوثنتيكيشن سيرفيس. لو جيت هنا كده عملت ستارت الاوثنتيكيشن سيرفيس، هيبتدي ان هو ايه، يطلع لي الاوثنتيكيشن سيرفيس. فالمفروض ان بقى عندي البروفايل وبقى عندي الاوثنتيكيت بقت موجوده. تبتدي ان انت تشوف الراوتس بتاعتك هنا كده، الاوردر سيرفيس، لوب بالانسنج. لو انت هنا كده باي ديفولت جيت عملت هنا عملتها فولس، ففي الحاله ديت هو ايه، هيبتدي ان هو اوتوماتيكلي ان هو يشيلها من الراوتس ومش هتبقى موجوده عنده. لو انت عملت دي كده مش عايز تعمل لها اكسبوز بتاعه الاوثنتيكيشن سيرفيس، كل اللي انت محتاج تعمله ان هو خلاص هيبتدي يفهم ان السيرفيس بتاع الاوثنتيكيشن المفروض ان هي ما تبقاش ايه، ما تبقاش موجوده. الديمو دوت انا هرفعه لكم، ولو اي حد عنده استفسار او حابب ان انا اعمل حاجه مفصله لترافيك ممكن يكتب لي في الايه، في الكومنتات. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.